والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الذي ألف القلوب وهذب النفوس. وتحية لكم جميعا من عند الله المباركة. وفي هذه الأيام المباركة نلتقي بكم أيها الصحب الكريم، أيها الأحبة الكرام، في ملتقى منتدى المحامين العرب، وفي هذا اليوم السنوي الذي نجتمع فيه على الحب وعلى المودة والألفة، ونقول اليوم عيد وقد نلنا المنى فيه، وأزهر الكون قاصيه ودانيه. يوم سعيد لتشريف الحبيب هنا، فاهنأ فؤادي وقم يا شعر حييه. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ الزميل الأستاذ جمال سويد، وكيل مجلس نقابة المحامين العام. وباسمي وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ محي الدين حسن عضو مجلس النقابة العامة عن القطاع العام. وأرحب بالأستاذ الزميل عبد العزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية الإسكندرية. بالقطع يوجد بيننا درة من درر منتدى المحامين العرب ومن قيادات المحامين ومفكريهم الأستاذ ثروت الخرباوي. منتدى المحامين العرب عميد المنتديات العربية، من عباءته خرجت عشرات المنتديات فخدمت القانونيين وأفادتهم وقربت بيننا جميعا. هذا سامح نبيل والغندور ورضوان وهشام النجار وعليوة ومحمد عبد العزيز والملاخي والبساطي ومحمد نبيل والعمدة واليزيد وغيرهم كثير، وسامي علي فرج وأشرف مشرف وعلاء عمر ووجوههم كثيرة. إن فاتتني الآن لن ثانيا ومحمد الحداد، هذا النجم صاحب الكلمات القوية والجسم البسيط، والأستاذ سامي عبد الجليل عاشق الحرية نتمنى له الشفاء، الذي جاء رغم مرضه ليلتقي بالوجوه المحبة فيزول عنه المرض بمشيئة الله. أيها الأحبة، الكلام مهما كثر ومهما أوتينا من البلاغة فلن نستطيع أن نصف ما في قلوبنا من حب وألفة، بل جرت قلوبنا إلى الإسكندرية قبل أن تصل أجسادنا لنلتقي بهذه الوجوه المحبة والألسنة ذات الود والتحاب والألفة. أن ميراث نقابة المحامين ميراث أصيل، وهذا الميراث الأصيل يحتاج من الجميع التكاتف، والتكاتف نحو المحافظة على هذه القلعة التي ورثناها قوية فهانت علينا وكانت على الناس أهوانا. نحن جميعا شركاء في هذا الهوان، لا نستطيع أن نعلق هذا الهوان وهذا التردي في رقبة نقابة المحامين أو القائمين على إدارة نقابة المحامين، لأننا جميعا شاركنا في هذا الأمر.
لا أستثني أحدا، كلنا من أسباب هذا التردي. وإذا أردنا لنقابة المحامين أن تقوم وتأخذ مكانها الذي وجدناه على علوه وشموخه، يجب جميعا علينا جميعا أن نتكاتف. بغير ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا. نقدم لكم الآن شيخا من شيوخ المحاماة، وإن كان شابا في قلبه، ولكنه مفكر وصاحب قلم، المبدع ثروت الخرباوي، فليتقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة من 4 سنوات وعدة أشهر كان اللقاء الأول، كانت سنة بدأها منتدى المحامين العرب، وكان اللقاء في حديقة الميريلاند في مصر الجديدة. وقتها كانت خرجت دعوة من خلال مناقشات قانونية في منتدى المحامين العرب، دعوة بتقول إن في نخبة جميلة لها قلوب وأفئدة تحب هذا الوطن وتحب هذه المهنة وتحب قيم الحق والعدالة، حتى إن من هؤلاء الذين يحبون هذه القيم أفراد مش محامين، لكن انتموا إلى المحاماة حبا وعشقا، وكانوا بيدخلوا ويتكلموا ويقولوا ويناقشوا القانون ويناقشوا الحق ويناقشوا العدل. قلنا احنا بنلتقي من خلال منتدى المحامين، لا نرى وجوه بعض. صحيح ممكن حد منا يعرف الثاني، ممكن اكون اعرف محمد راضي، محمد عبد المنعم، او فلان او فلان، لكن قطعا لا استطيع ابدا ان اعرف الجميع كل من يناقش، معرفه الوجه للوجه. فكانت الدعوه ان نلتقي، ومن وقتها صارت سنه. التقينا في حديقه الميريلاند وتكلمنا عن المهنه وعن اشواق المحب لمن يحب تلك المهنه التي احببناها جميعا، وتلك القيم التي خرجت من هذه المهنه وتعلمناها وذبنا فيها واحاطتنا. ثم بعد ذلك كان لقاء كل عام، كنا نلتقي احيانا ونقدم اوراق وحلول ونتحدث عن مشاكل هذه المهنه وعن الهموم التي وقعت فوق كاهل نقابه المحامين وفوق كاهل مهنه المحاماه، تلك المهنه التي اصبحت حاليا محنه لمن يزاولها. محنه ليه؟ لأن الصعوبات العديدة والواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع الأخلاقي والواقع المهني والنقابة والتكالب على مجلس النقابة أو الانتخابات والبحث عن المصالح الخاصة، كل هذه الأشياء حقيقة جعلت النخبة الجميلة دي بعيدة عن التأثير الحقيقي. النخبة التي تحمل تلك الأفكار الرائعة بعيدة عن أن تؤثر وأن تقود. للأسف أصبحنا بالوقاد، أصبحنا ننظر إلى ما كنا فيه وكلنا أسد. أنا بتكلم وأنا واقف لأن المحامي تعود أن يتحدث وهو واقفا. تلك قيمة أنا تعلمتها، ما عرفتش أتكلم وأنا قاعد. يمكن لو اتكلمت وأنا قاعد يتلعثم الكلام في فمي، لكن وأنا واقف أمام قضاة دلوقتي كلهم بيحكموا وبيقولوا فعلا وبيسمعوا ويقولوا هل هذا هو واقع مهنة المحاماة، تلك المهنة التي كما قلت من قبل في مؤتمر العدالة الأول للقضاة كانت نقابة المحامين وأفزاز نقابة المحامين وأفزاز المحامين هم اللي شالوا على كتافهم بعلمهم وأخلاقهم وقيمهم مؤتمر العدالة الأول
الذي كان في بدايات الثمانينات، وعشنا عمرنا كله في هذه المهنة، ونحن لا أقول نتعلم من القاضي الذي يجلس على المنصة، ولكن أقول نعلم القاضي الذي يجلس على المنصة كيف يحكم، وكيف يحكم بالعدل، وكيف يكون عادلا. لكن دلوقتي أصبح ينظر إلى مهنة المحاماة نظرة أخرى غير التي كانوا ينظرون بها إلينا. الأستاذ عبد العزيز الدريني قال كلام حق، وكان في حوار ثنائي مع الأستاذ جمال شوية أثناء الإفطار، كنا بنتكلم كيف يتم تنقية الجداول، وفي خرم متسع شديد الاتساع بيدخل لنا كل سنة آلاف مؤلفة، لأن النقابة التي جاهدت عمرها كله عشان تكون سيدة جدولها في حقيقة الأمر ليست هي سيدة جدولها على الإطلاق. يحتاج الأمر كما قال عبد العزيز الدريني أن تعود النقابة وتكون سيدة لجدولها. زمان كان القيد بيتم عبر رئيس محكمة الاستئناف، بيتم لنقابة المحامين لأي محامي يود الالتحاق بنقابة المحامين عبر رئيس محكمة الاستئناف، وفضلت النقابة تجاهد، والشعار الذي يرفع عبر السنوات يجب أن تكون نقابة المحامين سيدة جدولها. وبعدين بقى القيد في نقابة المحامين من حق النقابة، لكنه قيد مفتوح، ولأن في مشاكل في الدولة، مشاكل سياسية واجتماعية لا تستطيع أن تعين الخريج حاليا، فليس له إلا أن يلجأ إلى نقابة المحامين، وما فيش قيود تعطي الحق للمجلس إنه يقبل ده ولا ما يقبلش ده. نقابة الصحفيين لها الحق تقيد أو لا تقيد. إحنا نقابة المحامين اللي متلاصقين معاها سور واحد لا نملك هذا الحق، لذلك يدخل إلى نقابة المحامين. يجب أن يكون هناك تعديل، أيضا يجب أن تكون هناك حركة إصلاح قضائي شامل. الدعوة التي نتحدث عنها هي دعوة إلى إصلاح، ليس إصلاح حال مهنة المحاماة. مهنة المحاماة حالها لم ينصلح طالما حال القضاء في هذا الحال المتردي، هذا السوء. لا يوجد في أي نظام قضائي محترم أبدا وكيل النائب العام يجلس على منصة القضاء. وكيل النائب العام هو محامي يدافع عن الدولة، يدافع عن حق الدولة في مقاضاة هذا المتهم، فيبقى المفروض أن يقف بجوار المحامي. لا ينبغي أبدا أن يكون عضو في هيئة قضائية ولا أن يشار إلى النيابة العامة بأكملها أنها جزء من الهيئة القضائية. ليست النيابة العامة في حقيقة الأمر جزء من الهيئة القضائية، لكنهم محامين زيهم زي المحامي الذي يقف يدافع عما يعتقد أنه حق. كلام كثير وكلام ذو شجون، وقد يكون كلام ذو سجون أيضا، ولكن هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. يجب أن تكون من هؤلاء، من تلك النخبة، كلمات تخرج قوية بسلة تهز مصر وأركان مصر كلها تقول فعلا المحاماة ستبقى دائما للمنتدى المحامين العرب. نقطة الضوء دي والقلوب اللي اجتمعت دي هيكون نقطة الضوء دي إن شاء الله تعم وتنتشر في البلاد جميعا. أنا أثق في ذلك، حتى ولو لم يكن في وقتنا الحالي قد يكون في مستقبل الأيام. وشكرا لكم.